الايجنسي سرقت البيج بتاعتي سواء فيسبوك او انستجرام لما اخدت اليوزر نيم والباسورد. حد قال لي انا عندي تراست ايشوز ان انا ادي اليوزر نيم والباسورد لحد عشان يبدا يشتغل عندي على البيج، اتصرف في ده ازاي؟ انا مش محتاج اصلا، مفيش حاجه اسمها دلوقتي انك تدي حد اليوزر نيم والباسورد. ميتا عامله لك حاجه لذيذه جدا، في حاجه اسمها ميتا بزنس مانجر. يعني ايه؟ تعمل اكونت على الميتا بزنس، وانس ان انت بتعمله بتضيف عليه البيج بتاعتك، بتضيف عليه الانستجرام، بتضيف عليه الواتساب، تبدا ان انت تدي الناس اوثوريتيز على قد اللي هم محتاجينه بالظبط. يعني انا مثلا بخش اد بيبول في البيزنس بتاعي، اقول له انا عايزه الشخص ده يرد على الكومنتس بس، هتعرف تديله ده. طب انا عايزاه يرد على المسجات والكومنتس، طب انا عايزاه ينزل حاجات على البيج بس ما يشوفش المسجات ولا يعرف يرد على الكومنتس. الكلام ده كله بيبقى بمنتهى السهوله ان تقدر تديه لحد. بس الشخص الوحيد اللي انت بتديله اوثوريتيز عاليه شويه اللي بيعمل لك الاعلانات، لان عشان يقدر يحط لك بوتن على البوست بتاعك لازم تفتح له الكونتنت، ولازم تديله ان هو يشوف المسجات عشان يتابع لك المسجات ويقول لك لو انت بترد وحش. وحتى لو انت اديته اصلا ادمن اكسس فول اكسس، انت الاونر، في فرق ما بين الاونر والادمن. فانت لو عملت بزنس اكونت من الاول انت عافيت نفسك من التراست ايشوز والمشاكل والسرقه والحاجات اللذيذه اللي بتحصل دي كلها، والايجنسيز اللي بتهدد الاشخاص ان ما تديهاش الاكونتس والكلام ده. فانا دايما بنصح اي كلاينت بيجي لي في البدايه، تعالى على نفسك واعمل بزنس اكونت وضيف عليه البيجز بتاعتك وادينا اكسس، بدل ما بعد كده ترجع تتضايق وتقول لي البيج بتاعتي فين، او انا مش عارف اوصل لها، او انا ليه مش عارف اعمل اعلانات، ايه ده في حد تاني واخد الاثوريتي بتاعت البيج والكلام الرخم ده كله. حاول على قد ما تقدر في البدايه اتعب نفسك شويه، عشان انت وانس ان انت بتاخد الاونر شيب بتاعتك انت خلاص حافظت على كل الاثوريتيز وحافظت على البيج بتاعتك. واستنوني التبس الجاي.